صديقي الخبير، الطفل الصغير اللي طول عمره أحلامه بسيطة، ما عمرك سألت نفسك لو جه في يوم وطلبت معاك شيبسي، طلبت معاك شيبسي لباقي حياتك، يعني لو ما تاكلش غير شيبسي بس، الوضع هيكون ازاي؟ ما تفكرش، لأن أنا جاي أقولك. أشوفك بعد الانترو. بص، هو الموضوع يبان غريب، بس حسب الإحصائيات في حوالي 35 مليون و22 ألف أمريكي تم تسجيلهم في المتوسط كل واحد فيهم استهلك حوالي 16 كيس أو أكتر شوية خلال السنة اللطيفة بتاعت 2019. مستغرب وشايف إن ده عادي ومنطقي. طب إيه رأيك إنه في كندا لما تم التحذير من عاصفة ثلجية هتضرب البلاد، كان أول الرفوف الفاضية في المحلات كانت رفوف الوجبات الخفيفة، وأولها زي ما توقعت كان الشيبسي برضه. وأقصد هنا طبعا منتج البطاطس اللي هي شرايح البطاطس يا صديقي بكل أنواعها، وده طبعا بعد فحص دقيق مني واجتماع آراء الخبراء من مدينة الخبراء. كله اتفق على ان العالم كله بيحب البطاطس الشيبسي المالحة اللذيذة المقرمشة، وخصوصا لو ملفوفة لفة هدية في كيس الحب. فخلينا يا صديقي نحاول نجاوب على سؤال الطفولة البريء اللي خطر في بالك اكيد وانت طفل في قمة البراءة بعد ما دقت طعم الشيبسي بعد انقطاع. ماذا لو يا صديقي عشت بقية حياتك بتاكل شيبسي بس؟ السؤال يبان طفولي، لكن اجابته بتحتاج فعلا لمدينة من الخبراء. عشان كده قررنا بكل عطف وحنان الام وانا بشد الكيس من ايدك وباكله انا ارد عليك. بص، اول رد على اجابة سؤالك انك هتتعمي، مش من حلاوة الشيبسي، لا من اضراره. ده كله واحنا لسه بنقول يا هادي خش برجلك اليمين يا صديقي، خش معايا، خش برجلك اليمين. بما انك اندهشت وفكرني جايب المعلومة من جروب الماميز بتاعت الواتساب، فاحب اقول لك ما كانش العشم والله، بس جايب لك حالتين حققوا حلم طفولتك يا صديقي. والحلقة الاولى يعني ربنا معاك، والحلقة الثانية ربنا بيحاسبك. قبل ما احكي لك خلينا نرجع بالزمن لورا شويه ونسال نفسنا، جت منين البطاطس الشيبسي من الاساس؟ وكما تقول الاسطوره سيد الجائع، اكيد قرات ده على الفيسبوك قبل كده، ان الامر بدا في 1852 في مطعم اسمه مونزلاي كالو. لما جه رجع للشيف جورج كرو طبق من عميل في المطعم بيشتكي ان البطاطس المتحمره مش مقطوعه بالرفع الكفايه وانها تخينه اكتر من اللازم. الشيف حاول اكتر من مره انه يرفع البطاطس، لكن العميل كان بيرجع في كل مره بنفس الشكوى. وكرد نهائي قطع الشيف البطاطس بحجم رفيع جدا وقدمها للعميل، وكانت اول مره ترن في ودن البشريه صوت القرمشه الباقي مع التاريخ. وطبعا يا صديقي في عصر السرعه انت مش محتاج تعصب شيف في مطعم راقي عشان تلاقي البطاطس دي. كل اللي محتاجه انك تروح لاي محل بقاله وهتلاقي بدل الطعم كتير وبدل الشكل اشكال من المنتج السحري بكل مسمياته الرائعه. والرائع انه غني بفيتامين سي، ايوه بتاع البرتقال يا صديقي. هترد بكل فرح وتقول لي اهو طبعا اهو مفيد اهو، وتتهمني ان جبت الحلقه من على جروب الماميز برضه. صديقي الخبير ازعل منك والله. هقول لك ما تسرعش، لان الفايده بتقف لحد هنا بس، لان البطاطس بكل اشكالها ما فيهاش اي مصدر من مصادر المعادن، الفيتامينات او حتى العناصر الغذائيه خالص. يعني لا فيتامين A ولا B12 ولا كالسيوم ولا اي اثر لاوميجا 3، وكل الحاجات اللي فيها هي كميه محترمه من الصوديوم والدهون المشبعه. وخدودك تشهد يا صديقي مدمن البطاطس المحمره. ولما تتبع فريق من الخبراء، هم صحيح مش من المدينه بس واخدين الجنسيه، تتبعوا الناس المستهلكة باستمرار للبطاطس، لقوا ان في ارتباط بين المشاكل الصحية الواضحة زي ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية والفشل الكلوي والتليف الكبدي حتى الازمات القلبية. بقولها وقلبي بيتقطع بتكلم عن الشيبسي والبطاطس المحمرة يا صديقي. وخليني احكي لك عن اول شخص في حلقة النهاردة، والمعروف باسم DA، وده اختصار لاسمه في المجتمع الطبي، اللي قرر ما ياكلش غير البطاطس الشيبسي او المحمرة والعيش الابيض، وفي بعض الأوقات شريحة لانشون، وكان بيعتبر إنه مش هياكل غير اللي بيحبه بس، وتجنب بشكل أكيد الفواكه والخضار ومصادر الأكل التانية. عارف ده حصل له إيه؟ بعد 10 سنين من الأكل بشكل ده انتهى بيه المطاف في عيادة الدكتور النظر بشكل إنه مش قادر يشوف بشكل واضح، وإن الدنيا بتغمق حواليه من فترة للتانية. وتشخصت حالته بشكل قاطع إنه عنده أنيميا ونقص حاد في الفيتامينات، لدرجة إن المعادن كانت بتتحلل من عظمه. ودي كحالة طبية لشاب في العشرينات غريبة جدا انه يصاب بكمية الامراض دي كلها، ولحسن حظه اتلحق وقدر يعيش. لكن الدكاترة اكدوا انه صحيا ما ينفعش يسوق تاني اي عربية نظرا لانه مصاب بعمى جزء. ولو شايف ان دي تكلفة رخيصة لعشقك المجنون البطاطس المحمرة وقررت تمشي وراه برضه، فأحب أعرفك على الضحية التانية، الشاب العشرين اللي للأسف ما قدرش أجيب اسمه، اللي راح للدكتور وهو بيشتكي من أعراض شبيهة للبرد، وحط خط تحت شبيهة دي. ولما الدكتور سأله بياكل إيه،
اعترف بكل بساطة انه مش بياكل غير ايه؟ صح، بطاطس شيبسي. وكان الدكتور ملاحظ عليه الاعياء والتعب الشديد، ولما اتعمل فحوصات الدكتور قال له كلمة طبية غريبة كده، واللي هي معناها بالعربي وللأسف الكبد البايظ. ايه مالك مستغرب؟ هي ترجمتها الحرفية كده، انا مالي يا صديقي، الكبد البايظ. يعني الدكاترة بيحطوا مسميات غريبة، وللأسف هو مش هيفرح لأنه مدينة الخبراء جابت سيرته، لأنه مات وهو في سن 20 سنة. وطبعا طرح بعض خبراء مدينتنا السبب، لأن سبب خسارتنا الاتنين من الشباب في سن صغير هو الأول إن ما هم مش متابعين للقناة عشان يوصل لهم التحذير ده، والسبب التاني هو طبيعة إدمانهم الغريبة، لأن حسب برضه فريق خبراء تاني في المدينة، ومن ناحية كده المدينة مليانة خبراء يا صديقي ما تقلقش. في تجربة عملوها على الفئران، لقوا إن الأكل المنتظم للشيبسي بيحفز مناطق المكافأة في الدماغ، واللي بيشجع الضحية على إنها تزود تاني من الأكل ده. وكان الاكتشاف الأغرب هو إن الأكل من الشيبسي بيحفز يا صديقي إفراز الدوبامين. ولو أنت بتابع مخلص للقناة وشفت الحلقات اللي فاتت فأنت مش هتعرف إيه هو الدوبامين، لأن أول مرة نجيب سيرته أصلا. بس ده هو الهرمون المسبب للسعادة يا صديقي، واللي بيفرزه دماغي لما بتدوس على لايك على الفيديو أو بتتابع القناة. وكنتيجة للأبحاث دي يا صديقي قدرنا نستنتج فعلا ان الشيبسي من الحاجات اللي ممكن تكون مسببة للإدمان. يعني ده بس كفاية صوت القرمشة. ولو مش مصدق لفين هياخدك الإدمان للحاجات دي يا صديقي، فخلينا أقولك ان خلال الحرب العالمية التانية قررت الولايات المتحدة ان الشيبسي هو سلعة غير أساسية، وانه لازم نوجه الجهود لإنتاج سلع مفيدة أكتر في الحرب العالمية، وتوقف بقرار حكومي إنتاجها. لكن المفاجأة نزلت مظاهرات في أمريكا بتطالب بعودة الشيبسي، وتراجعت الحكومة عن القرار يا صديقي. أيوة، مظاهرات بتطالب بعودة إنتاج الشيبسي. تخيل يا صديقي لو كان عندنا كنت هتلاقي حركات مقاومة زي حركة مارميشينكو وحركة شيبسينكو. قول لنا كنت هتسمي حركة المقاومة بتاعتك ايه في الكومنتات. وبسبب طبيعة المقاومة الشعبية الرهيبة للقرار ده لسه لحد دلوقتي الشيبسي موجود ومنتشر في أمريكا بشكل واسع. فيعني ربنا يبارك لهم في تفاهتهم ويخلينا في صحتك يا صديقي. فيعني لو لسه مصمم يا صديقي انك تحقق حلم الطفولة وتاكل بس الشيبسي، يعني ممكن تنوع وجرب معاه خضار عشان بس المغذيات وصحتك يا صديقي الخبير. ايوه طبعا، شيبسي بطعم السلطة الخضراء ما يتحسبش حتى لو اتعمل. وشوفك على خير يا صديقي في حلقة جاية. سلام.